يا خير الورى الله. وكيف وهو باب الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا نقول رسول فيه هذه التفريقة والعياذ بالله ما تعرف. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هو رسول الله وهو عبد الله ورسوله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ما جاء صلى الله عليه وسلم إلا بشرع الله، وجاء صلى الله عليه وسلم وسفينة العالم الحائرة تائهة، فهو الذي قادها إلى أوج السلامة والنجاة صلى الله عليه وسلم. هو الرسول الذي فوض الله له أن يشرع. هذا لم يحدث لأي رسول من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، أن يشرع ويقنن لنسير نحن على ما جاءنا به ونتخذه شرعا. نعم. لما قال ابن عباس لعن الله الواشماء، ابن مسعود المستوشمة والنامصة. كانت امرأة تعمل هذا للنساء، هذا الوشم، هذا الوصل الشعر. فقالت له: إنك قلت كذا. قال: نعم، وكيف لا ألعن من لعن الله. قالت: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف ولأجل ما قلت. قال: لو قرأته لوجدته. أما قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول مشرع اصلا. فنقول ان هناك اناس ظهروا في مؤخرا قالوا بان ناخذ القران لا نبالي، لا ناخذ بالحديث بس. يا سلام. لانه يجي لا شك في الاحاديث الوارده في هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم تجد رجلا متكئا على أريكته فيقول حسبنا كتاب الله. ألا وإنما جئت به مثل القرآن. نعم، حكم من الله سبحانه وتعالى، لأنه ما ينطق عن الهوى، هو إلا وحي يوحى. نعم، ينبغي أن نفهم هذا ولا نشك. وإلا فالله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا الصلوات الخمس. سبحة القرآن كله التي في المغرب 3 ركعات، ولا في الظهر 4 ركعات، ولا في الصبح ركعتين، ولا في التي هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين هذا. الصلاة الخمس كلها مأخوذة صورتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نجد هذا في القرآن. لا بد أن نأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه، ونعتصم بذلك لنحفظ ولنسير على الهدي النبوي الشريف. نعم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله، وإن تطيعوه
تهتد. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الطاعة ما هي؟ الاستجابة للطلب. الاستجابة للطلب. نعم. الطلب حينما يتناوله علماء اللغة من جهات عدة، العرض والطلب والتحضير، عرض وتحضير وتمني، أمر تعارج، هذا كله طلب. نعم. ليس كواكب تدنو لي فأنظمها عقودا مدح فما أرضى لكم كلمة ألا ليت الشباب يعود. نعم. فلا بد لنا من سيدنا صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا من رسول يبين الشريعة ويوضح لنا ما يريد الله عز وجل منا، وهو الخالق لنا. أنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. لا بد. يمتاز صلى الله عليه وسلم بأن معجزته هي المنهج، ولم يكن هذا في أي رسول. الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام نجد أن معجزتهم شيء ومنهجهم شيء آخر. سيدنا عيسى ما منهجه؟ الإنجيل. وما معجزته؟ إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموت. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ما منهجه؟ التوراة. ما معجزته؟ العصا واليد البيضاء والآيات التسع المعروفة، ولقد آتينا موسى 9. لكن سيدنا صلى الله عليه وسلم معجزته هي منهجه، هذا خاص. معجزته هي القرآن ومنهجه القرآن. هذا الشيء يبقى دائما ماشي في الدهر. يقال هذا محمد وهذه معجزته. هذه المعجزة التي نقرأها والحمد لله غض طرية تقطر نورا وهدى وبشرى كأن عهدها بالنزول أمس. ما شاء الله. جاء النبيون بالآيات منصرمة وجئتنا بكتاب الغير منصرم آيته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال الرزق والقدم. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم. لا تذكروا الكتب السواد فإنه طلع الصباح فأصبح تنزيلا. لهذا يقول الشيخ لهذه المنظومة المباركة، يقول آيات حق من الرحمن معجزة قديمة
صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بجنان، وهي تخبرنا عن المعاد بتاعنا الآخرة المعاد، وعن عاد وعن الذين ذهبوا في الدار الأول، وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن دامت لدينا. ما كانش مهجة اللي دامت الجنابي هذه مهجة من عفوا من هذا القرآن دامت لدينا ففاقت كل من النبيين إذ جاءت محكمات ما تبقينا من شبه الذي ولا تبغينا ما حربت قط إلا عاد من حرب أعد الأعادي إليها والقيام سلام. من هذا الليل من يعتصم بك يا خير الورى شرف بلا شك في ذلك. وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله كما يقول في الإضافة. ومن تحل كشافه في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير. وما يقول الخالق في الجوهر وأفضل خلق على الإطلاق نبينا فميل عن الشقاق ميل عن الشقاق. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا يقول أنا أكرمك إيه؟ ولدي نعم ولدي آدم أنا أكرم ولدي آدم ولا فخر وبيدي يوم القيامة لواء الحمد ولا فخر. آدم ومن دونه الكتاب لواء ولا لا أقول هذا تحدث بالنعمة، هذا فضل من الله يجب أن نعرفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحب النبي تبغي رضا الله ففي حبه الرضا والحباء تعترفنا بحب نبينا صلى الله عليه وسلم. يا سلام. ففي حبه الرضا والحباء العطاء. نعم حباك يحبوك حباء عطاك ففي حبه الرضا والحباء. الله هناك ناس يا سلام لا أدري لا ينبغي النقد معهم الباقي يا سلام. من يعتصم بك يا خير الورى يا أفضل مخلوق أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. كل العلم يا إخوان. هذا الإمام حنيفة أنشأ هذه القصيدة العجيبة التي مطلعها قلوب رضي الله عنه. لما أنشأها في بغداد وجاء بها بعدما حج جاء زائرا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجدت المؤذنة بعدما أذن شرع فيها هذه كلها مع طولها وحبيت تبكي. أنا نمتها في بيتي مشعر بها أحد وهي هو المؤذن يؤذن المؤذن يأتي بها تسبح كالجبال ما الأذانات ما هبط سأله هذه القصيدة لمن؟ قال لأبي حنيفة. وتعرف أبا حنيفة؟ قال أعرفه. كيف يا عجبات. ومن أخبارك قال رأيتها تقرأ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظتها كانت ناس نورة بشر. يا سلام
أبو حنيفة بكام؟ وكذلك سيدنا الإمام مالك يقول لأبي جعفر المنصور كيف تعرض وسيلتك وسيلة أبيك آدم إلى الله. هذه عقيدة السلف الصالح كلها نعم. لا ينبغي أن نشك في هذا ولا أن نتردد. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حافظه من كل مستقيم. نعم. وقد أحب سيد الخلق وسيد غير الحق في حبه الرضا والحبة والعطاء يا سيدي ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.